مساء الخير والعافية عليكم حبايبي. اليوم عندنا راح اسوي طريقة الفطور وياكم ان شاء الله ينال اعجابكم. عندي شوربة هنا، سلقت العدس. طبعا ما احب اطول عليكم بالشوربة لان معروفة، وهالمرة معتمدة على شوربة العدس. فهنا خليت شوربة مجرد سلق العدس وضفت له شوية شعرية وشوية ملح وشوية فلفل اسود، ونوب حمست شوية بصل وكركم وزيت. وبعد ما تحمر عندي ضفته فوق الشوربة. طبعا كملته راح اخليه على صفحة. هسه راح اخليه وجبة الفطور. راح اسوي همبرجر والدجاج، وان شاء الله ينال اعجابكم. وراح اسوي وياها شنو بعد هسه تشوفون قدامكم. هنا أنا بعد ما عندي حبة من البصل ثرمتها بهاي الثرامة وكترت على صفحة على مود عصرة من الماي مالته. أنا ما أريد الماي مالت البصل، أريد بس البصل. وهنا أنا بعد ما عندي قطعة من اللية وصدر من الدجاج ثرمته بهاي الثرامة. وانتو حسب رغبتكم شلون تبون تثرمونه ثرموا. وضفت وياها نص صمونة، يعني نص صمونة عادية، وشوية بقسم وشوية فلفل أسود وبهارات البرجر. شوية ملح هم ضفت وراح أعجنن هالشكل. طبعا اللي هي راح تعطيها طعم مجنن، وراح بنفس الوقت البقسم يخليها تتماسك أكثر. وضفت هنا نص البصل حبة واحدة عصرتها من الماء وضفتها فوق. لازم تكون عندكم هالشكل عجينة. هنا أنا ضفت بصراحة العفو، عندي هذا القالب مال البرجر، وإذا ما عندكم أي تقدرون تشكلون حتى بيديكم. وهاي هي تقدرون تفرزونها وتقدرون تقلونها. وهاي هي بعد ما قليتها طبعا طعمها يجنن. وهاي الشوربة كملتها. وهاي هي طبعا تقلاها كلش سهل وبسيط، سويت اياها بشكلات بسيطة. ما حبيت اطول عليكم بالفيديو. هنا أنا راح اسوي تمن ماش، طبعا ويا ذوبة يجنن حتى بالسحور، يعني كلش طعمه طيب. احنا حبينا نسوي تمن الماش، أكلة سريعة وبنفس الوقت طيبة. كانوا فطورنا مثل ما تشوفون. سويت برجر مال دجاج، وهسه راح اخلي اسوي وياكم تمن الماش. هنا عندي البصل شرائح وخليت له شوية نشا على مود يصير قرمشة أكثر بيه. طبعا تقدرون تستغنون عن هاي المرحلة، بس أنا حبيت هالشكل. هاي طريقتي أنا بالتمن الماش. وتقولون أكو بصل مقرمش يعني يبيعونه هيك عند العطار، تشترون من عنده. هنا مثل ما تشوفون خليت شوية زيت وضفت البصل وحطيت عليه نشا وبديت اقلبيه واخليه على صفحة. هنا طبعا منقعة انا عندي التمن وعلى صفحة. هنا ضفت شوية بصل وزيت، وراح اخلي له الماش طبعا من المسالقته ومكملته. انا ما اضيف انا بدون ما اسلقني. هنا انا ضفت له شوية ملح وضفت التمن المنقوع نقعته، وضفت له شوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية كركم وديت احمس بيه شوية جانسن سوا، ونبى اضيف له الماي. هنا مثل ما تشوفون هالشكل. هاي الطريقة كلش ناجحة وبنفس الوقت سهلة، بس حبيت اشاركه وياكم لا تعليم ولا اشي اعلانات. هنا مثل ما تشوفون ضفت له ماي مقدار يعني بس يغطي التمن، وراح اخليه لحد ما يشرب الماي مالته، والنوب نبدي نهدر التمن. طبعا هنا أنا عندي لحم مثروم راح اضيف له همه. هنا بديت البصل قاعد ياخذ لون. طبعا اول ما تطلعونه من الزيت لازم تخلونه على كنينس وجوا ماعون، يعني هالشكل على مود يشرب الزيت كله مالته. هنا عندي ربع حوالي او اقل من اللحم المثروم، وبالفريزر انا دائما اجمده هالشكل. وطلعت وجبة على مود اخليها فوق التمن الماش. هنا مثل ما تشوفون، شوفوا يعني حبيت اراويكم البصل شلون بعد ما طلعته من الزيت وخليته على صفحة. هنا
صار عندي التمن جاهز بس يتسكر. نصيت النار عليه أقصى شي. راح أقلب هاي أول تقليبة، بعد ما أطفي النار أقلبه همه على مود لا يعجن، يعني ما يصير نقلبه كل ساعة. هنا أنا بعد ما استوى عندي التمن الحمد لله راح أضيف البصل الشرائح سويته هالشكل، وهذا الشي اختياري حسب رغبتكم، تقدرون ما تسوونها على راحتكم. بس البصل قرمشي ينطي طعم كلش طيب ويا اللحم المفروم. هنا مثل ما تشوفون حمست اللحم بس مجرد شوية فلفل اسود، ضفت له شوية بهارات اللحم وشوية كركم وشوية ملح وزيت وحمسته يعني هالشكل. وهذا طبقنا صار النهائي، وسهمكم مليون عافية، ربي يشبع كل جوعان إن شاء الله. ألتقيكم في فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي لكم، مع ألف سلامة.